فانت بقى مش عايزة تخلفي وعايزة تبقي عكس طبيعة الأنثى وعكس الفطرة. النهاردة هتكلم معاكم في واحدة من القوالب اللي موجودة في المجتمع سواء المصري أو العربي، وجه الوقت إن احنا نكسرها، وهو الخلفة. يا مساء الخير في بودكاست لكي الساعة 7 مع نور. أنا هسمي السلسلة دي برا السكريبت عشان هبقى على طبيعتي جدا ومش هعمل فلترنج لأي حاجة خالص، وتبقى أول حلقة في التعافي من النسخ اللي مش شبهنا. لو انتي جيل التسعينات، ففي الأغلب في أواخر العشرينات لنص التلاتينات مثلا، فأكيد سمعتي كلام على شاكلة يعني إيه مش عايزة تخلفي، مش عايزة تبقي أمال عايزة تتجوزي ليه؟ اوعي تردي وتقولي الجواز معناه خلفة بس، مش سكن أو رحمة أو حد يشارك معايا حياتي، عشان ده هيفتح عليكي باب مش هتعرفي تقفليه. دي فيها لم شمل من العيلة بمطلب جماهيري من مامتك عشان يشوفوا خيبة بنتها. أيوة، اللي هو انتي. أنا مرة دخلت ديسكشن من دول اللي هو بيبدأ من هو مش هنفرح بيكي بقى، وينتهي بطول ما مخك متراكب شمال كده عمر ما حد هيقبل بيكي، لمجرد اني قلت مش عايزة اخلف. وكل واحد حر في اختياراته. معظم تجمعات العيلة اللي انتي هيطلعوكي فيها كده كده على المسرح، عشان بالنسبة لهم جواز يعني خلفة. ولو قلتي انا مش عايزة اخلف، حد في الدنيا دي يعدي بكل اللي عديت بيه، او عشان ببساطة احنا في دنيا مش في جنة، فكده كده لازم هيعدي بحاجات صعبة، هيتقالك طيب ما دي سنة الحياة. ولو قلتي هي البشرية واقفة على خلفتي أنا يعني، هيتقالك دي أنانية. فلما تقولي أنانية ليه؟ أذيت مين؟ لو ما خلفتش أذيت مثلا الشخص اللي ما جاش أصلا؟ ولا الأنانية لما الواحد يبقى عايز يخلف عشان بس يلاقي حد يخدمه لما يكبر زي ما بتقولوا؟ وبإننا لسه مخلصين العيد، يا رب تكونوا عديتوا بعيد حلو، فأنا حصل معايا نفس الموقف بالظبط. طبعا اتقال لي برضو جملة ما تقوليش كده بكرة تندمي وربنا هيسمع منك. هما تقريبا بيتعاملوا مع الست ان هي كائن مذبذب مش عارف هو عايز ايه في الحياة. عارفين الناس اللي بتخلف وبتسقط بدري؟ بتسقط ان هي تربي، بتسقط ان هي تسمع لولادها، بتسقط وخلاص. انا متأكدة ان هم اتقال لهم نفس الكلام بالظبط، فحسوا بضغط من المجتمع ان هم لازم يخلفوا والا دي تبقى عيبة في حقهم. هحكي لكم حاجة كمان. انا مرة كان في حد متقدم لي واحنا نفس المايند سيت في موضوع الخلفة ده، واتقال لي مفيش راجل مش عايز يخلف، ده مش عايز منك اطفال، يعني اكيد في حاجة غلط. اكتبوا لي في الكومنتس لو عديتوا بمواقف زي دي، او لو اتقال لكم نفس الكلام اللي اتقال لي ده. اكمل لكم. فلما الموضوع ما مشيش لاسباب تانية خالص تماما بعيدة عن الخلفة، اتقال لي اه طبعا، ما ربنا عمره ما هيبارك عشان بدأتيها غلط بانك مش عايزة تعملي اسرة مسلمة. على فكرة انا مقتنعة تماما ان اكتر ناس لو فكروا يخلفوا هيبقوا أمهات كويسين جدا جدا هما اللي بيقولوا مش عايزين نخلف، عشان هما أكتر ناس عندهم وعي بالآثار النفسية اللي احتاجوا يشتغلوا عليها عشان يبقوا ناس إلى حد ما أسوياء نفسيا، ويشتغلوا على التراومز اللي عدوا بيها. في كتاب اسمه مبني على الكسر لنورهان أبو بكر، كتاب شبهنا قوي، بيتكلم عن صدمات الطفولة وإن إزاي لازم يظهر جيل يقرر إن هو يعمل بريكنج ذا سايكل من التروماز اللي بتتوارثها الأجيال. في تروماز كده معينة عدت على جدتك، وبعد كده اتنقلت لمامتك، وبعد كده اتنقلت لك، فلازم يبقى في جيل يظهر، ايا كان هو ايه الجيل ده سواء انت او اللي بعدك، يبريك السايكل دي. وفي كتاب كمان اسمه أبي الذي أكره لدكتور عماد رشاد، بغض النظر ان انا عندي تحفظ شديد على الاسم لان هو a bit exaggerated، بس هو برضه بيتكلم عن التعافي اللي انتي محتاجة تمر بيه لو محتاجة تعالج الأول حاجات حصلت في حياتك. على فكرة ان هي صدمات هنا مش منبعها الآباء بس، انا بتكلم في الموضوع in general، يعني بموضوع أوسع شوية، لأن ممكن الصدمات كانت وليدة for example اختيارات خطأ حصلت، مثلا أشخاص غلط كانوا حواليكي، أو حتى تجارب حياتية مريتي بيها. فأنا هنا مش هنا عشان أقدم لك حلول، أنا هنا ببساطة عشان أقول لك بالراحة على نفسك، وما تحسيش ان انت بس اللي بيحصل ده معاكي، بالعكس. ويمكن كل اللي انت محتاجاه تعمليه لما تتحطي في المواقف زي دي ان انت تحطي حدود وتقولي انا مش حابة اتكلم في الموضوع ده، ولو الموضوع ما اتقفلش بكل هدوء وبساطة تستأذني وتمشي. حاسة ان الكلام كله كان بره السكريبت قوي،
وحاسة ان الموضوع شديد شوية، انا عارفة، لان موضوع الخلفة ده يعني triggering جدا، هو والجواز in general. بس يا رب ما اكونش طولت عليكم، وقولولي لو حابين تتكلموا في مواضيع تانية triggering برضو شوية. شكرا قوي لو انتوا وصلتوا لحد هنا في بودكاست لاكي الساعة 7 مع نور.